السلام عليكم. اللهم ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. على قد لحافك مد رجليك. ده مثل مصري أصيل كلنا اتربينا عليه، بس للأسف الزمن دلوقت المثل ده والمبدأ ده اترمى ورا الظهر. دلوقت أغلب الشركات والبرمجيات بقت بتفرش لك يعني الأرض حرير زي ما بيقولوا، تقول لك مد رجليك براحتك واطلب واتمنى، ولما تيجي تطلب أو تيجي تنام في النهاية تكتشف إن اللحاف طلع قصير والبرد أكل عظمك. إحنا الآن أمام جيل بيشتري حاجات مش محتاجها بفلوس مش معاه أصلا عشان يبهر ناس مش بيحبوهم. إحنا أمام جيل بيشتري حاجات هو مش محتاجها بفلوس مش معاه أصلا عشان يبهر ناس مش بيحبوهم، والنتيجة الكل غرق في شبر مية، في ديون. بند الاقساط اللي بقى في كل حاجة ده خلاك تغرق في شبر مية. القسط الصغير اللي ب200 جنيه ولا 500 جنيه ده ما يعتبرش تسهيل، لا، ده خرم إبرة كده بيسرب ميزانيتك بالكامل بعد كده، وانت عمال تضحك ومبسوط بالحاجة الجديدة اللي انت دخلت بيها البيت. الحكاية بتبدأ برسالة على الموبايل: مبروك، متاح لك تقسيط لحد 50,000 جنيه بدون مقدم. وبتحس وقتها انك انت ملكت الدنيا والفرصة جاتلك لحد عندك. الشركات هنا مش بتبيع لك منتج، لا، دي بتبيع لك وهم الاستطاعة، يعني بيخليك تحس انك غني وتقدر تشتري ايفون مثلا ب70,000 جنيه ولا 80,000 جنيه ولا 60,000 جنيه وانت دخلك كله 10,000 جنيه، اللي بمجرد ان هو قسم لك الرقم كده لحتت صغيرة. الفكرة ان سيكولوجية البني آدم بتضعف قدام الارقام الصغيرة، فبتشوف ال800 جنيه ده قسط الموبايل بسيطة يا اخي هينة، وال400 ده قسط الغلاية الاير فراير والكلام ده كله مفيش مشكلة، وال600 دي قسط مش عارف ايه، كل ده عادي جدا. فجأة بتلاقي كرات التلج الصغيرة دي ابتدت تلف وبتكبر، عمالة تكبر وخبطت في وشك كده في آخر الشهر، لما تكتشف ان مرتبك خلص يوم 5 أو 6 أو 7 في الشهر ومش عارف تجيب حاجة لبيتك تتاكل. انت هنا مش بتشتري سلعة، انت بتشتري قيد بيتحط كده في رجلك لمدة 2 أو 3 لقدام، وبتحول مستقبلك لرهينة عند شركات التمويل. الفكرة كلها انك بتسلف نفسك من مستقبلك وبتاخد من راحة بالك بكرة عشان خاطر فشخرة كدابة النهاردة، والنتيجة دايرة ومقفولة من القلق، دايرة ما بتخلص. هديك حكاية كده من الواقع. أستاذ أحمد موظف طيب بياخد 12,000 جنيه، قرر إن هو يجدد بيته بالتقسيط عشان يواكب الموضة. جاب شاشة 65 بوصة حوالي 1200 جنيه، وغسالة اطباق بقسط 1500 جنيه، ومكنة قهوة بقسط 600 جنيه، واشترك في جيم براند بقسط 700 جنيه. في الظاهر أحمد دفع مبالغ فرافيش كده بصغيرة بالنسبة لدخله،
بس في الحقيقة هو دفع حوالي 4000 جنيه قبل ما يفتح بقه ويشتري رغيف عيش واحد. لما ضاف عليهم مصاريفه الأساسية زي مواصلات وكهرباء، لقى نفسه بيستلف من أصحابه عشان يكمل نص الشهر، ودخل في دوامة قسط بيسدد قسط لحد ما بقى بيشتغل بس عشان يجمع مبالغ الاقساط، وفي الآخر عايش على الأندومي. موضوعنا النهاردة هنلخصه في 5 نقاط رئيسية. مشكلة القسط بقى، سيكولوجية التجزئة وتخدير الدماغ. دي أول حاجة. الشركات بره بتلعب على منطقة في المخ اسمها مركز الألم، والمركز ده بيشتغل لما تدفع فلوس كاش وتشوف المحفظة بتاعتك بتفضى كده قدام عينك وتحس بوجع وانت بتطلع 200 جنيه من جيبك. لما بيقدم لك القسط، موضوع القسط ده هو بيعمل تخدير موضعي للمركز بتاع الألم ده، بيخليك تركز في الحتة الصغيرة اللي هي هتدفعها دلوقتي، مش على الجبل اللي انت هتدفعه على المدى الطويل. فلو قلت لك ادفع مثلا 15,000 في الغسالة، هترفض وتتخض وتراجع نفسك. بس لو قلت لك 600 جنيه في الشهر، هتقول يا بلاش، ده تمن خروجة أو عشوة. الرقم الصغير ده بيحسسك بالأمان الزائف، وبيخليك تشتري حاجات رفاهيات وانت لسه ما عندكش الأساسيات في بيتك. ده بير بيوقعك فيه، ده فخ نفسي بيحولك من مستهلك واعي لواحد مدمن شراء بالتقسيط. وبدل ما تفكر في سعر السلعة الحقيقي، بتفكر بس يعني أنا معايا 500 جنيه بتاعت الشهر ده ولا لأ. الشركات بتستغل ده وبتخليك تحس إنك أنت مقتدر، وأنت في الحقيقة بتستنزف طاقتك المالية. التجزئة دي بتمحي فكرة القيمة مقابل السعر. بتلاقي نفسك بتدفع 3000 جنيه في قميص براند لمجرد ان قسطه بس 250 جنيه، رغم انك لو معاك ال 3000 جنيه دول كاش مستحيل ترميهم في قميص واحد. انت هنا مش بتشتري منتج، انت هنا بتشتري تخدير لحظي لشهوة الشراء عندك، والنتيجة انك بتصحى بعد سنة تلاقي نفسك مديون في 10 حاجات تافهة كان ممكن تستغنى عنهم بمنتهى السهولة. الغرض من التجزئة هو كسر حاجز الخوف من الرقم الكبير وتحويله لاستسهال للرقم الصغير لحد ما تغرق تماما. دي أول حاجة. تاني حاجة، 30%، دي قاعدة اسمها قاعدة 30%، لغة الأرقام الصادمة. تعال نحسبها كده بالورقة والقلم عشان تفوق من الوهم اللي هو بيسحبك كل يوم من غير ما تحس. لو دخلك 10,000 جنيه وقررت انك انت تجدد حياتك بشوية أقساط بسيطة كده من وجهة نظرك الشخصية، قسط موبايل 800 جنيه، قسط شاشة 600، قسط هدوم ب400، قسط عجلة لابنك 300، قسط مايكروويف 400، وفي الظاهر انت بتدفع شوية فكة اللي انت شايفه، بس التوتال بتاعك حوالي 2500 جنيه شهريا. وال 2500 جنيه دول بيمثلوا 25% من دخلك الصافي قبل ما تدفع بقك وتدفع إيجار أو مواصلات أو كهرباء. تخيل إن ربع مجهودك وتعبك في الشغل من الساعة 9 للساعة 5 بيروح مباشرة لشركات التقسيط وانت مش مستفيد بيهم في يومك الحالي. لما ال 25% أو ال 30% يطيروا في أقساط، يعني بيبقى كده بقالك مبلغ يدوب يكفي الالتزامات الأساسية بالعافية. أي هزة في الظروف زي دور برد مثلا محتاج علاج ب1000 جنيه أو سباكة مفاجأة في البيت بتهدلك الميزانية تماما
لان مفيش فائض يسندك. الارقام مش بتكذب، وال500 جنيه اللي بتتكرر في كذا بند هي نقطة سودة كده بتبتلع، يعني بتسحب قدرتك على الادخار. انت كده بتتحول لمكنة بتصرف فلوسها قبل ما تمسكها، وبدل ما الفلوس تكون وسيلة لراحتك بتبقى وسيلة لضغطك العصبي كل يوم واحد في الشهر، مع أول رسالة خصم القسط بتاعك. الحسبة دي لو كبرت شوية ووصلت ل4000 جنيه أقساط من مرتب 10,000، انت كده رسميا بتنتحر ماليا، وبتعيش على مرتبك اللي لسه ما جاش، وبتدخل في ديون جديدة. فدي قاعدة 25% أو 30%. 30% أو 25% تعتبر مناسب، لكن أي أزمة هتجيلك بره هتكسرك. ثالث حاجة، في منطقة كده اسمها منطقة الإفلاس المقنع وقاعدة التلت. في قاعدة ذهبية كده في الاقتصاد الشخصي بتقول إن مجموع أقساطك لازم ما يزيدش عن 33% من دخلك، يعني التلت بالظبط. لو عديت الرقم ده انت دخلت منطقة الإفلاس المقنع بامتياز. يعني ايه؟ يعني شكلك قدام الناس شيك ولابس براندات وعندك أحدث الأجهزة في البيت، والناس بتحسدك على اللي انت فيه، بس في الحقيقة انت مفلس فعليا، وما عندكش أي سيولة نقدية في جيبك تجيب بيها حتى سندوتش لو جوعت. انت عايش في كذبة كبيرة. الكذبة دي بتمولها شركات التقسيط اللي بتدي لك حد ائتماني وهمي عشان تسحبك اكتر. المشكلة ان الشركات دلوقتي بتسهل لك الاجراءات بالبطاقة ومن غير ضامن، وده بيخليك تتجاوز حد الامان بتاعك وتوصل لل50% من دخل اقساطك، بتغريك. وده بيحولك في النهاية لعبد للوظيفة. ما تقدرش تاخد ريسك ولا تسيب شغلك ولا تاخد اجازة، ولو مديرك ضايقك لانك مربوط بسلسلة اقساط هتتحمل، لو انقطعت هتتحبس. في النهاية الاقساط دي قضايا ووصولات. الافلاس المقنع ده اخطر من الافلاس الحقيقي بكتير، لانه بيدي شعور زايف بالرفاهية، بيخليك تستمر في الغلط وتشتري اكتر. انت بتستهلك مستقبلك النهاردة، وبكرة لما تيجي كده سنة صعبة او يحصل تضخم او الاسعار تزيد مش هتلاقي نفس تتحرك فيه، لانك انت خنقت نفسك بالديون من بدري. القاعدة بتقول انك لازم تسيب تلتين مرتبك للحياة والطوارئ، لكن لما تعكس الآية وتخلي التلت هو اللي باقيلك فانت كده بتلعب بالنار. الشخص اللي بيعيش في الإفلاس اللي من النوع ده بيبقى دايما شايل هم، وعينه على الرسائل اللي بتيجي من البنك انها يتخصم القسط، بيفقد متعة الحاجة اللي هو اشتراها بمجرد ما يحس بتقل القسط واللي الأيام بتجري منه. رابع حاجة، في كلمة كده يقول لك بدون فوائد. دي مصيبة سودة، جملة كده، والرسوم المخفية اللي وراها. كلمة بدون فوائد هي أكبر طعم في صنارة بتاعة التسويق والماركتينج، والناس بتبلع الطعم ده وهي فرحانة ومكيفة ومفكرة ان هي يعني غلبت الشركة وكسبتها. الحقيقة المرة ان مفيش شركة بتديك فلوسها لله وللوطن ابدا. هم مش جمعية خيرية بتوزع تبرعات، غالبا بيكون في حاجة اسمها مصاريف إدارية بتبدأ من 5% ل10%، دول بتدفعهم كاش في الأول، ودي في حد ذاتها دي فايدة متغطية باسم شيك كده أو ببساطة. المحل بيبيع لك المنتج بسعر أغلى بكتير من سعره الكاش في أماكن تانية، ويقول لك
قسط بسعر الكاش عندنا وهو اصلا مزود السعر. لو موبايل تمنه في المحلات العادية 20,000 ممكن تلاقيه في محلات التقسيط 23,000، ويقول لك قسط بدون فوائد، وهو اصلا واخد فايدته مقدما في فرق اللي هو بتاع 3000 جنيه دول. كمان في فخ كده اسمه غرامات تأخير مرعب، اللي بيبدأ بمبلغ بسيط وبعد كده يكبر بفوائده مركبة. فانت لو اتأخرت يوم واحد عن ميعادك بسبب ظروف في بنك او بسبب اي حاجة، الشركات دي بتراهن على انك هتنسى او هتتعثر في شهر من الشهور عشان تبدأ السكينة تسرقك في الغرامات والمطالبات. كمان ممكن يربطك بمصاريف فتح ملف او رسوم استعلام او تأمين على السلعة. كل دي فلوس بتطلع من جيبك وبتزود تكلفة السلعة الحقيقية وانت مش حاسس. في الاخر تكتشف ان القسط المريح ده كلفك 20% زيادة عن تمن الحاجة الاصلي، وانت كنت فاكر انك انت شاطر وبتوفر وبتاخد ميزة معينة. الفخ ده بيخليك تشتري وانت مغمض عينك عن الحقيقة المرة، وهي انك بتدفع تمن راحتك اللحظية غالي جدا من تعبك وشقاك اللي كان أولى بيه عيالك. خامس حاجة وآخر حاجة، ضياع بركة المرتب وتفتيته. التقسيط بيعمل حاجة وحشة جدا في حياتك، وهي تفتيت المرتب وضياع بركته اللي ربنا حاططها فيه. بدل ما المرتب ينزل حتة واحدة كده تقدر تتحكم فيها، تحوش منه وتعمل منه او حتى تدخل في جمعية او مشروع صغير ينفع، المرتب بينزل مهلهل ومتقطع، 300 لشركة كذا، 700 للتطبيق الفلاني، 500 مش عارف لمين، وبتحس ان الفلوس اتبخرت قبل ما تلمس ايدك او حتى تشم ريحتها. ده بيخليك فاقد للسيطرة تماما على حياتك المالية، وبتحس بفقر نفسي واحتياج مستمر رغم ان دخلك ممكن يكون معقول جدا. والثروة الحقيقية يا جماعة مش بتيجي من الدخل العالي بس، بتيجي من تجميع المبالغ الصغيرة واستثمارها، مش توزيعها على شركات الاستهلاك اللي هي بتكبر بفلوسك. لما بتتعود على التقسيط انت بتفقد ملكة الصبر، الملكة كده بتاعت الصبر والادخار، وبتبقى عايز كل حاجة دلوقتي حالا، ودي صفة بتدمر اي خطة للمستقبل وممكن توديك في داهية بصراحة. الثقافة دي بتخلي المجتمع كله مديون لبعضه كله، وبدل ما نبني أصول تجيب لنا فلوس زي ذهب ولا تجارة أي حاجة، بنبني ديون بتسحب منا فلوس وتعب وتفكير. القسط هو الضريبة اللي بتدفعها عشان مش قادر تستنى شهرين أو 3 مثلا لو هتقبض جمعية. والشركات بتغني وتكبر كده وتفتح تقول لك أنا هنعمل لك عرض، وتغني لك تقول لك العرض ده 50% عشان تقنعك، وهو مفيش لا 50% ولا بتاع عشان تسحب منها. في النهاية الشركة هي اللي بتكبر وبتفتح فروع من ورا استعجالك ده. لما مرتبك بيتفتت بتبطل تفكر في الاستثمار، وتفكيرك بس بيبقى خلاص متركز في ازاي انا هقفل الشهر ده واسدد اللي عليا، وخلاص فاضل لي 12 شهر، فاضل لي 10 اشهر، فاضل لي سنة. وده قمة ضياع البركة. الفلوس اللي هي كانت ممكن تبني لك مستقبل بقت بتروح في صورة أقساط لحاجات بتفقد قيمتها بمجرد ما نفتح كرتونتها أو نستخدمها. نصيحتي ليك، احسب إجمالي الأقساط كل شهر مظبوط. لو زادت عن 2000 جنيه وانت دخلك 7000، فورا انت اقف، انت في مرحلة الخطر. مفيش حاجة اسمها تقسيط موبايل عشان المنظرة، مفيش حاجة اسمها كده. الموبايل استهلاك يا جماعة مش استثمار.
لو مش معاك تمنه كاش ما تجيبوش خالص دلوقتي. طبق قاعدة ال 24 ساعة. قبل ما تمضي على أي قسط أو أي حاجة فيها أقساط أو تشتري أونلاين، استنى يوم كامل وفكر الحاجة دي ضرورية ولا لأ. رابع حاجة، لو مضطر انك انت تقسط، خلي القسط لحاجة يعني معمرة شوية وضرورية، تلاجة باظت، بوتاجاز خرب، الحاجات دي كلها، مش لرفاهيات وتجديدات ملهاش اي 30 لازمة. خامس حاجة، دايما اسأل على سعر الكاش في مكان تاني بعيد عن شركات التقسيط. هتتفاجئ انك انت بتدفع فوائد مستخبية جوه تمن السعر السلعة الاصلي. سادس حاجة، لو عندك فائض فلوس في شهر او جالك مكافأة، سدد جزء كبير من اصل الدين اللي عليك عشان تخلص من الكابوس ده بدري بدري وتوفر فوائد. سابع حاجة، ابعد عن كروت الائتمان، الكريدت كارد نهائيا. لو مش بتعرف تتحكم في أعصابك قدام المحلات أو أي حاجة أو عروض الخصم، ابعد عنه. عيش بمبدأ اللي معوش ما يلزموش. الكلمة دي هتحميك من ذل السؤال وضيق الصدر بالليل كده والخوف من رنة التليفون أو الوصولات إياها. تاسع حاجة، عود نفسك تحوش مبلغ القسط قبل ما تشتري. يعني لو ناوي تقسط ب 500 جنيه حوشهم، جرب كده، وبعد ما تحوشهم اكنك بتعمل جمعية بالفلوس دي، تمام؟ اشتري الحاجة دي كاش مباشرة وخدها بخصم كويس، تستعجلش. 10 حاجة واخر حاجة، افتكر ان راحة البال والنومة الهادية على مخدتك كده من غير تفكير من مطالبة بنك او قسط شركة بتساوي كل كنوز الدنيا. في النهاية التقسيط ده وسيلة المفروض تخدمك وتسهل حياتك، مش تكسر ظهرك. والذكاء مش انك تشتري اغلى حاجة بأقل قسط وتتمنظر بيها، لا، الذكاء في انك تمتلك حرية قرارك وتعرف تنام وانت مش شايل هم بكرة ولا خايف من مندوب يجي يحصل منك قرش. الفلوس بتروح وتيجي، بس العمر بيضيع في الجري ورا سداد ديون وسداد حاجات ممكن نكون احنا اصلا الحاجات دي نسينا شكلها اصلا واترمت في المخازن وهي لسه بتسحب مننا تعبنا. خليك انت السيد على مالك وعلى قراراتك، مش العبد لسياسات شركات التمويل اللي هي هدفها الاول جيبك. وخلي قرشك كده في جيبك يعزك ويسترك بدل ما يروح لغيرك ويذلك في مواعيد السداد. استعن بالله في تدبير حالك واجعل الرضا ده كنزك اللي هو ما يفنيش ابدا. تحياتي لكم ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.